بلاد إسلامي، سلام على مصر في الأولين وفي كل وقت وفي كل حين. سلام على مصر شعبا وجيشا ونيلا وعلما ونبلا ودين. سلام على مصر في كل عام. سلام على أهل مصر الكرام وجيش سيحمي ولن يعتدي. سلام على مصر أرض السلام. بلادي بلاد إسلامي. تم غناء هذه الكلمات في فعاليات احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثالثة لذوي الهمم وذوي القدرات الفائقة، والتي أقيمت بمركز المنارة. وهذه الكلمات من تأليف الشاعر محمد إبراهيم. سلام تحية الأولين الأوائل. حين وقت شعب أهل جيش جنود يحمي يصون يعتدي يظلم. هذا الكلمة ومعناها أرض السلام، أرض الأمان. إسلامي كوني سالمة. بلادي وطني الفائقة المميزة. نبل شرف الكرام أصحاب العطاء. المضادات الكلمة مضادة. سلام حرب الأولين الآخرين. علم جهل نبل نذالة وحقارة. الكرام البخلاء. اعتدي يسالم. إسلامي إهلكي اختلاف إتقان. قادرون عاجزون. يحمي يضيع أو يهلك. الكلمة وجمعها وقت أوقات. حين أحيان. دين أديان. عام أعوام. جيش جيوش. أرض أراضي. علم علوم. أهل أهالي. أهلون. الكلمة مفردها بلادي بلدي. الأولين الأول. الكلمات الكلمة. قادرون قادر. الهمم الهمة. ذو القدرات القدرة. الكرام الكريم. سلام على مصر في الأولين وفي كل وقت وفي كل حين. يتمنى الشاعر مصر السلامة ويقدم لها التحية في السابقين ويعظمها في كل وقت وحين، ويلقي على الناس من أول حضارات بالسلام لأنهم شيدوا حضارة نفتخر بها. سلام على مصر شعبا وجيشا ونيلا وعلما ونبلا ودين. يتقدم الشعر بالسلام. تحيتي لشعب وجيش مصر ونيل مصر العظيم والحضارة والأخلاق الحميدة من نبل وكرم وعطاء. سلام على مصر في كل عام. سلام على أهل مصر الكرام. يتقدم الشاعر بالسلام والتحية في كل وقت لأن أهل مصر كرام الخلق يتمسكون بالأخلاق الحميدة. وجيش سيحمي ولن يعتدي. سلام على مصر أرض السلام. جيش مصر العظيم القوي سيحمي الشعب والأرض ولا يعتدي على أحد، لأن أرض مصر العظيمة أرض السلام والأمان بالشعب والجيش. بلادي بلاد إسلامي، يا وطني العزيز الغالي، أتمنى لك السلام والأمن والأمان من كل سوء. من قائل هذا النشيد والشاعر محمد إبراهيم. متى تم غناء هذا النشيد؟ تم هذا الغناء في احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثالثة لذوي الهمم والقدرات الفائقة. ماذا يقدم الشاعر لمصر؟ يقدم الشاعر لمصر السلام في كل وقت وحين. إلى من يقدم الشاعر السلام؟ يقدم السلام والتحية لشعب مصر وجيش مصر والنيل والعلم. ما صفات أهل مصر؟ أهل مصر كرام يتميزون بالنبل والتفوق والتمسك بالدين. ما صفات جيش مصر؟ جيش مصر سيحمي الأرض ولن يعتدي على أحد. بما وصف الشاعر أرض مصر؟ وصف الشاعر أرض مصر بأنها أرض الأمان والسلام. ماذا تمنى الشاعر لمصر؟ تمنى الشاعر لمصر السلامة. هات من الأبيات تعبيرات مجازية. سلام على أرض مصر أرض السلام. بلادي بلاد إسلامي. في الجملة الاسمية وركناها: نهر النيل